ده الجزء الرابع والأخير من أسطورة حارس الكهف. لو عاوز تسمع الأجزاء اللي قبل كده، الروابط متثبتة في أول تعليق تحت الفيديو وفي صندوق الوصف. الشمس كانت بتغرب لما حالة البروفيسور ابتدت تتحسن. محمود كان مربع جنبه بيحط كمادات ملهاش أي 30 لازمة على راسه. حرارته ما كانتش عالية أصلا، ممكن يكون بيساعده بالطريقة اللي شافها مناسبة. البروفيسور رفع راسه وبعدين قعد. نزلت على ركبي جنبه عشان أهنيه على نجاته. رد فعله كان غريب، بصلي بحدة وبعدين لف راسه وسأل محمود: المتخلف ده بيتكلم عن ايه؟ فعلا ممكن يكون فقد ذاكرته أخيرا، بس ده قلبه أسود، مش من النوع اللي بينسى. كلمته بهدوء: انت حصل لك شيء مخيف النهاردة الفجر يا بروفيسور، انت مش فاكر ولا ايه؟ غضبه زاد. حد يبعد الغبي ده عني. هديناه وبعدين ابتدينا نستجوبه بالراحة. كان فاكر كل حاجة حصلت لغاية ما نزل الحفرة، بس ما كانش فاكر انه شاف حاجة خوفته تحت. ممكن يكون عندي خوف من الأماكن العميقة. البروفيسور قال الجملة دي وهو بيحاول يلاقي مبرر منطقي لخوفه لما نزل الدرجات. أكيد هو ده اللي حصل، عشان كده الخوف سيطر عليا وشل تفكيري. أنا ومحمود بصينا لبعض وإحنا مش مقتنعين. الخوف من الأماكن العميقة ما بيتولدش فجأة، وما بيسيبش وراه حالة من الهلوسة بتستمر يوم كامل. فوق كده، اللي عندهم الفوبيا دي ما بيتكلموش عن الشيء، بيبقوا عارفين إن خوفهم ملهوش أساس. يا إما الراجل ده عنده حالة فقدان ذاكرة محددة، الحالة اللي بتنسي المريض موقف بعينه وبتخليه يفتكر كل حاجة تانية، يا إما يكون بيكذب. بس بيكذب في أنه موضوع، بيكذب في إنه شاف الشيء ولا بيكذب في إنه ما شافوش. الليل بيزحف على الصحراء عشان يحشر مناخيره في قصتنا تاني، للمرة اللي ممكن تكون الألف. النار بتولع عشان يقعد حواليها التابو، بس المرة دي من غير عزف ولا غنى ولا كلام. كريم اللي كان شرح الموقف لكل الموجودين اتكلم بصرامة: لازم نمشي بكرة. البروفيسور احتج: بس احنا لسه ما خلصناش هنمشي بكرة، والليلة لازم يكون في حراسة. هنعمل ورديات، محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل، خليكم منتبهين. وبعدين شاور عليا عشان يعرفني إني هكون الأول، وبعدين أحمد، وبعدين واحد منهم، وبعدين محمود، وبعدين واحد منهم. في الأول ما فهمتش الحكمة من الترتيب ده، بعد كده فهمت. هيختاروا اللي بيملوا بسرعة الأول عشان يقضي الوقت السهل. أنا بلا فخر. وبعدين يجي دور الناس اللي بتستحمل منهم. الصراحة عندهم حق. وقت الحراسة بتاعي خلص بسلام، ما عدا طبعا أفكاري السودة اللي اتجسدت وابتدت تتحرك قدامي على الرملة يمين وشمال وشيبت شعر راسي. إلا إن في فكرة سعيدة خطرت على بالي ونستني جو التوتر شوية. لو أمي شافتني دلوقتي، صعب جدا إنها تتخيل إن ابنها سهران جنب النار في جنوب ليبيا بيحرس قافلة من الطوارق من وحش أسطوري. عمرها ما هتتخيل ده، حتى لو كان خيالها أوسع من المحيط. أنا فعلا كائن غريب، غريب جدا. ورديتي خلصت. صحيت أحمد عشان يستلم وردية الحراسة بتاعته. اتكومت جنب النار وأنا مستني اللحظة السعيدة اللي أغرق فيها في النوم، بس النوم مجاش. بعناية النص مقفولة بصيت على أحمد اللي كان قاعد سرحان ورقصة النار منعكسة على وشه وعينيه. ما كنتش عارف وقتها إن في تأثيرات مغناطيسية بتسيطر على روحه. كان غايب عن العالم، بيغرق بين أمواج بحر ملوش وجود، والأمواج كانت بتعلى وتعلى. ساعة كاملة غيب فيها عن الوعي،
وبعدين أصحى عشان ألاقيه قاعد مكانه سرحان زي ما كان. ابتديت أحس إن في حاجة مش مظبوطة. لبست نضارتي. أحمد مغيرش وضع قعدته من ساعة كاملة، وبعدين نظرته الجامدة مش مريحاني. خليني أقوم أشوف ماله. إيه ده؟ ثانية واحدة، ده بيقوم من مكانه، بيمشي بالراحة عشان يخرج برا دايرة الضوء. هو رايح على فين؟ يمكن عشان يعمل زي الناس؟ لا، الكلام ده مش هينفع، أنا لازم أناديه. بس مشيته المتصلبة ووشه الجامد من علامات المشي أثناء النوم. خطر إني أصحيه دلوقتي. هسيب الموضوع يحصل طبيعي لما يفرغ شحنة التوتر النفسي اللي خليته يمشي وهو نايم. كان بيتحرك في الضلمة بسهولة غير طبيعية. أنا بقى كنت بتكعبل وقع وأقوم وبعدين أطلع أجري وراه تاني. أحمد، أنت رايح على فين يا معتوه؟ هتقع في حفرة ورقبتك هتتكسر. كنت بنهج وأنا بكلم نفسي من بين أسناني في الوقت اللي كان هو بيبعد فيه وبيجرني وراه بعيد عن النار اللي بقت باينة كأنها نقطة منورة وسط ليل الصحراء اللي بيمتد إلى ما لا نهاية. دي كانت اللحظة اللي سمعت فيها صوت ديب وحيد بيعوي من بعيد، هواء كئيب مليان بالوحدة والتشاؤم. وقفت. الوقت جه عشان أتصرف بحكمة. هرجع وأصحي الرجالة وندور عليه مع بعض، نحاول نلاقيه قبل ما الديابة تفترسه. رجعت جري على المخيم، صحيت محمود وكريم وحكيت لهم اللي حصل. قاموا بسرعة وصحوا باقي الرجالة. ولعنا المشاعل وابتدينا نتتبع آثار الأقدام على الرملة وإحنا بالنادي. أحمد، 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 والأشباح ترد علينا بنفس الكلمة. فجأة آثار الأقدام اختلطت بفوضى نباتات صبار مقلوعة من جذورها وآثار أقدام تانية. جنبنا كان في منحدر عبارة عن حفرة عميقة ملهاش قرار. كريم اتكلم بهدوء وهو بيحاول ما يزودش خوفنا. اللي حصل واضح جدا. الصبح هنحاول ننزل في الحفرة دي عشان ندور عليه. بس احنا من جوانا كنا عارفين ان الموضوع انتهى. لما رجعنا المخيم البروفيسور جه جري علينا وسألنا بلهفة: ايه اللي حصل؟ لقيتوه؟ الرد كان مرسوم على وشوشنا من غير أي تزويق. محمود سأله وهو مستغرب: انت جاي منين؟ كنت بدور عليه الناحية التانية، ممكن يكون لف حوالينا من غير ما نحس. بس انت كنت نايم لما رحنا ندور. الناس الكبيرة في السن زي عمرها ما بتنام بعمق. كده نكون رجعنا لأول جزء من قصتي، الجزء اللي ابتديت بيه عشان استدرجك لنفس الفخ اللي أنا نفسي وقعت فيه وأجرك ورايا لنص الصحراء. فاكر اللي حصل لما كنا بندور على أحمد، الجاكيت المتقطع اللي لقيناه وآثار الأقدام المخلبية؟ الرجالة فهمت إن ده مالوش غير معنى واحد، إن العساس اتحرك. وبعدين لقينا الجثة في حالة مش ممكن تكون الديابة هي اللي تسببت فيها، والخناقة بين البروفيسور والطوارق. وبعدين قرري إني أمشي معاهم ورجوعي عنه، والنار اللي انطفت وصوت الصريخ الشنيع. فاكر كل ده؟ فاكر؟ كويس، يلا بينا نكمل اللي حصل. حسيت بيه، والجمل من تحتية حس بيه هو كمان. بصيت حواليا، ما شفتش حاجة. تحت قرص القمر البارد ما شفتش أي خطر، بس أنا كنت متأكد إنه موجود. كنت عارف إنه بيراقبني وإنه بيقرب. مع كده ما كنتش شايف له أي أثر. ممكن يكون خفي أو ممكن يكون وهم. لا، العساس حقيقي، بس وجوده أكبر من إن حواسي تدركه. خبطت سنم الجمل بكعب رجلي عشان يتحرك أسرع، ما كانش محتاج إشارتي.
كان فاهم الخطر اللي بيطاردنا وكان خايف أكتر مني. فضل يجري فوق الرملة وبعدين جسمه اضطرب ووقف فجأة. على ضوء القمر شفت شخص واقف قدامي سادد الطريق. كان محمود. عرفته من شعره المنكوش قبل ما أشوف وشه. كان جسمه بيترعش ووشه مرسوم عليه الرعب. محمود، إيه اللي حصل؟ أنت إيه اللي رجعك يا غبي؟ ضميري أنبني إني سبتكوا لوحدكوا. تعرف تنيخ الجمل؟ كويس، يلا نزلني، عاوز أحس برجلي على الأرض تاني. ساعدني أنزل ووقف جنبي وهو بيترعش. مجنون، البروفيسور مجنون. وإيه الجديد؟ ولعت سجارة وابتديت أسمع قصته. قال إن البروفيسور غضب لما سبتونا ومشيته، واتعصب لدرجة إنه فضل يدوس على النار لحد ما طفاها، وبعدين شاط شنطنا بحتر اللي فيها وطلع يجري في الصحراء وهو بيصرخ زي ما يكون في حد بيعذبه. يبقى ده سر الصريخ والنار اللي اتطفت. طلعت أجري وراه على قد ما قدرت، بس في الآخر تاه مني زي ما يكون ملبوس، مش قادر أفهم اللي حصل له. ابتسمت ونفخت دخان السيجارة في الهوا وبعدين رميتها. بالعكس، الموضوع بقى واضح. قصدك ايه؟ قعدت على الرملة جنب الجمل. الراجل ده مجنون. حاول تفتكر اللي قاله وعمله طول الرحلة. أولا، عنده جنون العظمة، وده اللي خلاه يتخيل إن أفكاره وقراراته دايما صح. ثانيا، عنده ميول فاشية. فاكر عمل ايه لما شاف الطيارة الإيطالية الواقعة؟ ثالثا، كان هو اللي نزل درجات السلم، وهو اللي صرخ لما شاف الشيء في الوقت اللي احنا ما شفناش فيه أي حاجة. رابعا، كلنا لاحظنا انه ما كانش معانا لما رحنا ندور على أحمد. تفتكر كان بيعمل ايه وقتها؟ محمود رد عليا وهو محتار. كان نايم، ولما سمع كلامنا راح يدور عليه الناحية التانية. ده اللي هو قاله. منطق غريب. راجل عجوز يصحى في نص الليل عشان يلاقي كل اللي معاه مشيوا في اتجاه، يقوم هو يروح عشان يدور في اتجاه تاني، ويمشي لوحده وهو معهوش سلاح في الضلمة من غير ما يخاف من الديابة أو من اللي أسوأ من الديابة. ممكن كان واقع تحت تأثير مغناطيسي زي أحمد. طيب، فاق من التأثير ده ازاي؟ الراجل ده بيلعب بينا. واضح انه عارف أسطورة العساس وبيحاول يحققها حرفيا. ليه؟ هيستفيد ايه لما يعمل كده؟ اتنهدت وانا برد عليه. انا قابلت ناس زيه كتير بيحاولوا يحيوا الاساطير. بنت بتحيي قصص المذئوبين عشان تنتقم. عالم بيحاول يلاقي حيوانات تجارب من البشر. دكتور بيعمل ستار للتهريب. قاتل بيحاول يلزق التهمة في أسطورة إغريقية. الأسباب كتير، بس أنا شايف إن الراجل ده مجرد واحد مجنون. يعني هو اللي قتل أحمد؟ أيوة، بيتهيألي كده في الوقت اللي رجعت أصحيكم فيه. وإزاي شوه جثته بالشكل ده؟ في مثل بيقول: الشاة لا يضرها سلخها بعد ذبحها. صفى دمه بطريقة ما، بس طبعا ما توفقش في موضوع انه يلف الراس عكس اتجاهها. الاسلوب ده بيميل اكتر لاساليب القرون الوسطى بتاعت اوروبا اكتر من الاساطير العربية. في عقل اوروبي هو اللي نفذ اللي حصل. طيب تفتكر راح فين؟ اكيد بيدبر لنا موتة بشعة. يبقى لازم نلاقيه دلوقتي حالا. هرشت راسي وولعت سجارة برغم نظرة الاحتجاج اللي بصها لي. الحقيقة إن الإيحاء كان قوي جدا جدا، لدرجة إن أنا نفسي حسيت إن الشيء حقيقة ملموسة وإنه بيطاردني. كنت هموت من الرعب. افترقنا وابتدينا نستكشف المكان. كل واحد مننا كان شايل سلاح. ولعنا نار جنب الجمل عشان نعرف نرجع. ابتديت أدور في ضوء القمر وأنا شايل مسدسي. عينيا بتتحرك يمين وشمال بسرعة
وريقي ناشف زي أنبوبة الصمغ المنسية. الحاجة الوحيدة اللي كانت مطمناني إن الظل كان قدامي مش ورايا، هقدر أكشفه بسهولة لو حب يهاجمني من ورا. فاكر كل حاجة، عينيه الزرقاء وصريخه وعصبيته، وحاسس بالكره تجاهه. ما بحبش إن حد يخدعني. زهقت من كل الأشرار اللي بيشوفوني فريسة سهلة ويتلاعبوا بيا ويحاولوا يقنعوني إن المستحيل ممكن. رفعت! نطيت في مكاني لما سمعت صوت محمود وهو بيناديني في سكون الصحراء. الصوت جاي من الاتجاه ده. طلعت أجري عليه. هناك لقيت محمود واقف وظله الطويل المخيف مرمي قدامه. عند رجليه كان في حاجة شبه كومة الهدوم. كانت جثة البروفيسور، جثته المتقطعة وراسه الملفوفة لورا وعينيه المفتوحة اللي فرقتها الحياة. لما بصيت على الرملة شفت اللي كنت خايف منه، آثار الأقدام المخلبية. كنا غلطانين. قلت الجملة دي لمحمود بمرارة وأنا بولع سيجارة تانية بإيدي اللي بتترعش. الهوا ما بقاش لاقي طريق عشان يوصل لحويصلات رئتي. أنا بتخنق. محمود ما ردش عليا. كملت كلامي. عرفنا الحقيقة بعد فوات الأوان. وشه كان مستخبي في الضلمة. للحظة حسيت بالرعب. اتكلم أخيرا، بس كلامه كان متحشرج ملوش أي معنى. وبعدين ابتدى يضحك. جهازه العصبي انهار. الضحك شبه الأصوات اللي بتطلع من رادياتير العربية قبل ما ينفجر. دي مشكلة الناس التانية، دايما بيبانوا أقوياء وبيستحملوا أكتر مني وبعدين ينهاروا، وأنا اللي بفضل محتفظ باتزاني لآخر لحظة. اللي بيجيب آخره في أول سباق الجري ما بيستمرش كتير. محمود بيضحك ويضحك وخصلات شعره بتقع على وشه. الخنزير الفاشي مات. البروفيسور المجنون مات. الخنزير. وبعدين رمى بندقيته وابتدى يسقف. فكرة غريبة ابتدت تتولد في دماغي وتكبر. هل ممكن تكون انت يا محمود ورا اللي بيحصل؟ البروفيسور كان مجنون، بس انت حبيت تعاقبه عشان كان بيمثل كل اللي عمله الإيطاليين بأهلك في فزان، وعشان كده رسمت خطتك اللي ما تخرش المية، وفي الآخر حاولت تلزق التهمة في العساس. كان عندك وقت كفاية لما سبتكوا لوحدكوا في الصحراء، وقت كفاية عشان تقتله وتمثل بجثته، وبعدين نبتدي ندور عليه فتناديني وتمثل انك اتجنيت. وممكن تكون ما بتمثلش، ممكن تكون مجنون فعلا. وبعدين حارس الكهف يقتل ضحيته اللي بعد كده، دكتور أصلع رفيع اسمه رفعت إسماعيل. وبعد شوية الطوارق يلاقوا الناجي الوحيد من المذبحة، وهم كده كده عندهم التفسير جاهز للي حصل. لازم أبعد عنه، لازم أهرب. أكيد مش هيسيبني، وأنا مش هقدر أسيطر عليه ولا أقتله. الحل الوحيد إن أفضل معاه لحد ما نقابل قافلة من القوافل. ساعتها هيبقى سهل جدا إن الحقيقة تتعرف. لما خلص نوبة الجنين ولما بص على وشي أخيرا شاف النظرة الغريبة في عينيا. واضح إنه فاهم. اتكلمت بصوت حاولت إني أخليه مخيف. دلوقتي امشي قدامي، ما تتظاهرش بالبراءة. وبعدين وجهت مسدسي لراسه. محمود بصلي ببرود. كان لازم أعرف من زمان. كرهك للبروفيسور فاق كل توقعاتي. إنك ما تحبوش مش مبرر كفاية إنك تقتله. ابتسمت بسخرية وأنا بضغط على مقبض مسدسي. وإيه تاني؟ ابتديت أشك فيك من وقت ما شفت أسلوبك الدموي في قتل الديابة. قلت لنفسي أكيد البني آدم ده سادي. وبعدين لاحظت طريقتك في شرب السجاير. مفيش حد عاقل ممكن يدخن الكم ده. طبعا سيبك من حقيقة إنك آخر واحد شفت أحمد حي، وأكيد لما سبتنا ورجعت قابلت البروفيسور لوحده وجات لك الفرصة عشان تقتله. ابتسمت بقسوة وأنا بحاول أبان مرعب. أنت غلطان، وممكن أنا كمان أطلع غلطان،
بس مش هجازف، انت هتفضل أسيري لغاية ما نلاقي حد يعرفنا الحقيقة. عدت لحظات واحنا بنبص لبعض بعينين ماليها الحقد. لعبة الشك ابتدت، بس لحسن الحظ أنا اللي ماسك المسدس. طبعا في احتمال كبير إن أكون غلطان. حط نفسك مكاني، هتعمل إيه؟ هتهدده بمسدسك؟ أنا بعمل كده، بس صعب جدا إن نار الشك تفضل قايدة في صدرك لما الليل يطول وجفونك تتقل بعد اليوم المرهق. مع كده مش هتنام عشان إذا نمت ممكن تكون دي آخر مرة تنام فيها في حياتك. إنك تقضي الليل مع واحد عاوز يقتلك مش مهمة سهلة، حتى وإنت الشخص اللي معاك المسدس. إنما هو الواطي كور جسمه على الرملة وابتدى يشخر عشان يغيظني. ما عندوش حاجة يخسرها، وعشان كده نام. افتكرت جملة برنارد شو المشهورة: الوحيد اللي ما بيدوقش طعم الراحة في السجن هو السجان. ماجي يا ملاكي، بتعملي ايه في انفرنشاير دلوقتي؟ وهويدا بتعمل ايه؟ اختي رئيفة وامي وتبيسة. عزت وشه شبه وش هيكلي لحوم البشر بس موهوب زي مختار. عمر المختار كان بيتحدى جراتسياني، وجراتسياني مشي من العالمين بعد ما صاب يافطة مكتوب عليها مش الشجاعة اللي كانت ناقصانا، كان الحظ. الشطرنج ملوش دعوة بالحظ، لأ، هو مصاصين الدماء ملهمش وجود. ايه العلاقة؟ مش فاكر. لما العساس قابل اخويا رضا ما كانش في كواكب تانية في المجموعة الشمسية. مش هنام، لأ مش هنام. الشمس بتحرق جسمي، ملايين الشموس معكوسة في عيني. بقينا الظهر. أنا نمت برغم مقاومتي وإصراري. الفسيولوجيا انتصرت على حب الحياة. بس غريبة إني لسه عايش. محمود هرب طبعا. مع كده مسدسي كان لسه في إيدي. خاف ياخده مني لا يصحيني، وطبعا خد معاه بندقيته وجمل. واضح إنه سفاح شريف، ساب لي نص كل حاجة رغم إنه كان يقدر ما يعملش كده. ممكن يكون مظلوم، أو ممكن يكون بيأخر موتي لوقت معين في دماغه. أنا متأكد إنه قريب مني مستنيني، بس فين؟ لو كنت إنسان طبيعي كان زماني ركبت الجمل وابتديت أمشي في الصحراء عشان أدور على مهرب. بس هو في حد ضحك عليكم وقال لكم إني إنسان طبيعي؟ عمري ما هقدر أخلي الديناصور ده يقف على رجليه أبدا، وده معناه إني انتهيت. فكرة إني تايه في الصحراء موجودة في مكان في دماغي بس لسه ما استوعبتهاش، وممكن أكون هتجنن قريب. مين عارف، ممكن يكون ده أفضل بالنسبة لي. مشيت كتير بس ما لقيتش أي أثر أو أي حل يساعدني عشان أخرج من المشكلة اللي أنا فيها. عمال ألف في دواير من غير ما أجهد دماغي عشان أفتكر اتجاهاتي. معنى كده إني ممكن أكون على حدود الجزائر أو على حدود مصر. عمري ما هعرف. وهضبة تسيلي فين؟ اتبخرت. في كل مرة كنت برجع لجملي العزيز واشرب مية. في الوقت اللي كان هو بيتمشى فيه هنا وهناك عشان يلاعب الصبار بشفايفه الغليظة، أنا واقع في مشكلة جامدة. أخيرا استوعبت. في الآخر لقيت المخيم، مخيم التبو اللي كنت بحرسه امبارح أو أول امبارح. النار المطفية وآثار البروفيسور لما شاط الشنط. الكهوف قريبة جدا من المكان ده، بس في أنه اتجاه. ابتديت أدور في الرملة على حاجة تفيدني، وفعلا لقيت بوصلة وخريطتين وقلم رصاص وصباعين ديناميت. فتحت خريطة ولقيت فيها حاجة مهمة. البروفيسور كان راسم بقلم أحمر، طبعا بناء على كلام التابو، خطوط بتحدد مسارات قوافلهم في الصحراء. أقرب مسار كان على بعد 5 كيلو مني. معلومة قيمة.
ممكن تكون بتساوي حياتي. المشكلة إني لما أوصل للمسار ده لازم أستنى إلى ما شاء الله لحد ما تمر عليا قافلة. ممكن ينقذوني النهاردة أو بعد أسبوع أو بعد شهر، وممكن ما يجوش أصلا. رجعت لمكان الجمل، شديت اللجام بتاعه وجريته ورايا المكان المخيم، وبعدين في اتجاه الشمال. ما كانش قدامي حل غير إن أمشي قدامه، عشان زي ما انتوا عارفين ما كنتش أعرف إزاي أركب فوقيه. عدت ساعتين من وقت ما اتحركت. اللون الأزرق المخيف ابتدى يزحف على الرملة. الليل هيدخل بعد ساعة ومعاه آلاف الاحتمالات المرعبة. هتكون ليلة طويلة. فجأة الجمل وقف مكانه ورفع راسه للسما وعمل صوت خوار طويل. الصحراء كانت واضحة قدامي عايمة في بحر من الفضة. شفت على مسافة بعيدة جمل وحيد واقف جنب مجموعة من نباتات الصبار. أنا عارف الجمل ده، وجوده هنا معناه حاجتين: إن حودة قريب، وإن إحنا الاتنين ماشيين في الاتجاه الصح، متجهين لمسارات قوافل التابو. على الرملة لقيته. في ضوء القمر شفت جثته، مات بنفس الأسلوب الوحشي، وجنبه نفس الآثار المخلبية المألوفة. مشهد بشع تاني بيتحفر في ذاكرتي للأبد. مرة تانية اكتشفت إني ظلمت إنسان بريء. اكتشفت متأخر جدا. المسكين كان خايف مني وأنا كنت مرعوب منه. هرب مني عشان يقابل قدره. العساس قتله. العساس اللي ابتديت أفهم إنه حقيقة مفيش شك فيها. العساس فضل آلاف السنين بيحرس كهوف تسيلي عشان محدش ينزل تحته ويعرف. يعرف إيه؟ ما عنديش أي فكرة، وعمري ما هعرف لأن دوري جه. العساس هو اللي وقع بينا وخلانا نبعد عن بعض عشان يعاقب كل واحد مننا لوحده. الطوارق بذكائهم الفطري فهموا، عشان كده مشيوا وبعدوا عن الخطر. والمرة الجاية لما يرجعوا هيلاقوا 3 جثث مشوهة. أنا مش عارف أعمل إيه. نفسي أكون في قريتي دلوقت وسط أهلي وناسي وأسرتي وأمي. إيه ده؟ هو العساس ده ممكن تكون عنده أم زينا؟ أم كانت بتاخد بالها منه وهو صغير وتغطيه بالليل لما ظهره كان بيتعرى وتأكله. أيوة أكيد، وأكيد كانت بتغنيله كمان. تفتكروا الأغنية كانت بتقول إيه؟ هم من نم يا عساس يلا جايبالك ناس، كل واكبر لي يا روحي يلا مص الدم. الأغنية عجبتني لدرجة إني ابتديت ألحنها وأغنيها وأفرقع بصوابعي وأعمل نغمات ببقي وأرقص في ضوء القمر. أنا اتجنيت ومبسوط إني اتجنيت. أهالي بافاريا بيسموا المجنون صريع القمر. أيوة، أنا بقيت صريع القمر. كل واكبر لي يا روحي يلا مص الدم. دلوقت جه وقت الجد. لازم أرتب أفكاري واستعد. معايا صباعين ديناميت وولاعة ومسدس. أنا عارف إن الحاجات دي مش كفاية، بس كويسة كبداية. ومعايا جمالين، وبما إني مش عارف أركبهم هستخدمهم زي ما خبير الإشعاعات بيستخدم عداد جايجر. الحيوانات دي بتحس بالخطر، وإحساسها عمره ما بيخيب. لما الشعر يقف على رقبتها هعرف إن الخطر بيقرب مني. الديابة ابتدت تعوي، بس ما كانش عندي أي استعداد إني أخاف منها. ما عنديش وقت للتفاهات دي، مش هضيع رصاصة واحدة عليها. الحاجة اللي رعبتني فعلا إن الديابة فضلت تعوي من بعيد من غير ما تجرؤ إنها تقرب. حتى الوحوش فاهمة. سجايري خلصت، الحمد لله. نجيت من سرطان الرئة. كان معايا 3 زمزميات، واحدة بتاعت أحمد الله يرحمه، وواحدة بتاعت محمود الله يرحمه، وواحدة بتاعتي
ربنا يديني طولة العمر. دلوقتي بشرب في آخر زمزمية. غريبة، كنت فاكر إن المية كتير. عامة ما أعتقدش إن العطش هيضايقني كتير بعد كده. الوقت بيعدي، الجنون بيزحف على عقلي زيادة. بسلي نفسي بإني أتخيل إني مقدم برنامج طبخ. ازيك يا ست الكل؟ النهاردة هقدم لك طريقة رخيصة وسريعة عشان تتخلصي من واحد من حراس الكهوف الشرسين. أنا معرفش شكله ولا حجمه، بس بأكد لك إنك تقدري تتغلبي عليه باستخدام صباعين ديناميت بس. هتستني لحد ما يقرب منك، وبعدين تولعي الفتيل وترميه عليه. يا جماله يا حركاته يا تكاته. وبعدين تنبطحي على الأرض. ست الكل، اوعي تنسي تنبطحي، وبكده تكوني أنقذتي نفسك من العساس. وإلى اللقاء في حلقة جديدة مع وحش جديد. الجمل نظره ثابت عليا، بيراقبني وأنا بتجن تدريجيا. بس أنا لسه ما انتهتش، جهازي العصبي لسه ماسك نفسه لحد دلوقت. عند نص الليل قرب عليا، شايفه بوضوح في ضوء القمر. بعمل نفسي مش واخد بالي من رعب الجمالين وعواء الديابة ودقات قلبي. تحب أوصفهولك؟ ده من حقك طبعا، بس للأسف مش في إمكاني. أنت ممكن تتخيله غوريلا ضخمة أو ديب عملاق أو شيء شبه التنين، أو حتى ممكن تتخيله جيلي أو كتلة من النار. للأسف أحب أقولك إنك غلطان. العساس ما كانش بيشبه أي واحد من الوحوش اللي بتحترم نفسها. كان شيء بيفوق قدرتي على التعبير. هو كيان مادي، بس شكله ما كانش شبه أي حاجة نعرفها. كان مرعب وغضبان وكان عاوز ينتقم مني. دلوقت إيدي بتمسك الديناميت. الغريب إني ما كنتش بترعش، ما بقيتش حاسس بالخوف. علماء الفسيولوجي بيقولوا إنها مادة الإندورفين اللي بيفرزها المخ في لحظات النهاية عشان تقلل الألم، بس أنا بسميها رحمة السماء. لازم أولع الفتيل، بس فين الولاعة؟ أهي. يلا. وبعدين رميت الديناميت في اتجاهه. وبعدين ست الكل، اوعي تنسي تنبطحي. الانفجار حصل على بعد 10 متر مني. الرمل طار وغطى وشي، بس أنا ما كنتش فاضي. كنت بولع صباع الديناميت التاني اللي رميته ورا أخوه على طول. الانفجار التاني بيهز الصحراء وبيحول ليلها نهار، وبعدين الدخان والرمل بيهدوا عشان أشوف العساس وهو لسه جاي في اتجاهي بنفس الهدوء والثقة. مديت إيدي وسحبت المسدس وضغطت الزناد. 3 رصاصات اخترقت جسمه من غير أي فايدة. خلاص مفيش قدامي أي حاجة تانية أعملها غير طبعا إن أقطع نفسه من الجري ورايا. طلعت أجري، المسافة ما بيننا بتقل. بتكعبل وقع وأقوم وكح وأجري تاني، حاسس إن شراييني التاجية مش هتستحمل. الألم بيبدأ في كتفي الشمال ويزحف لدراعي وبعدين صباعي الصغير. حياتي ما كانتش سيئة، بس أكيد كنت بتمنى إني أموت موتة ألطف من دي شوية. فجأة لاحظت إن لون الرمل ابتدى يتغير، ولاحظت إن سطحه بقى أنعم. المكان هنا ما فيهوش أي نباتات صبار. الموضوع ده بيفكرني بحاجة. دلوقتي عرفت اللي المفروض أعمله. ابتديت ألف حوالين الرملة اللي شكلها مريب. عمل خطير طبعا، لأن الطبيعة ما بتحطش فوارق واضحة، بس أنا ما بقاش عندي حاجة خاف عليها. أهو جاي ورايا، عاوز أحط الرملة المتحركة بيني وبينه، ولما يحاول يوصل لي الأرض تبلعه. خطتي ما نجحتش لحد دلوقتي. أنا بجري على حافة حقل الرمال المتحركة وهو ماشي ورايا على نفس خطواتي. لفيت راسي عشان أشوفه. خوفي رجع يهاجمني بشراسة. لازم أهرب،
ما بقتش بدقق رجلي بتدوس فين. في ثانية كنت بجري، والثانية اللي بعدها لقيت نفسي دخلت 3 أو 4 متر جوه الرمال المتحركة. الرملة بتتخلخل تحت رجلي وبغوص فيها. ملت بظهري لورا عشان أشوف قرص القمر وهو بيبصلي بشفقة. حسيت بجسمي بيتمرجح وبعدين بيطفو ببطء. مديت إيديا جنبي عشان أزود مساحة جسمي. في اللحظة دي سمعت صوت. العساس بيقرب لي، بياخد أول خطوة في بحر الرمال، بيغرز، بيحاول يخلص نفسه. الرملة بتهيج من حواليه. الغبي ما يعرفش أي حاجة عن قواعد النجاة من الرمال المتحركة. بيغرق لتحت وأمواج الرملة بترقص حواليه. صرخته بترج الصحراء وبعدين بيختفي تحت الرمل على بعد 2 متر مني. العساس انتهى، أنا متأكد من كده. ما طلعش شبح، طلع وحش منيع مخيف، بس المرة دي مش هيعرف يهرب من سجنه الأبدي. حارس الكهف انتهى وعمره ما هيرجع تاني. بس ده مش معناه خالص إن أنا نجيت. مواجهتي معاه كلفتني حياتي. حتى لو فضلت طافي على سطح الرملة ساعة أو ساعتين، وبعدين هعمل إيه بعد كده؟ محمود كان بينصحني إن استنى المساعدة. حتى لو صرخت، أنا في وسط الصحراء. أنا عارف إن البطل في أفلام السينما بيفك حزامه ويرميه عشان يلف حوالين فرع شجرة قريبة وبعدين يتعلق بيه ويزحف عشان يخرج. بس أنا مفيش حواليا شجر، وبعدين إزاي أفك حزامي من غير ما أغوص زيادة في الرمل؟ طبعا سيبك من موضوع إني مش لابس حزام أصلا. ما تتحركش، أنا هطلعك. هو أنا بحلم ولا اللي بيكلمني ده كريم؟ في ضوء القمر لمحت وش كريم ورجال التابو اللي سابونا من أكتر من يوم أو يومين. ما بقيتش فاكر، بس رجعوا إمتى وليه؟ رمالي حاجة مسكتها من غير تفكير. حبل، وبعدين ربط الحبل في الجمل والجمل جرني لحد ما طلعت. لقيت نفسي نايم على الرملة بترعش وبهلوس بكلام مش مفهوم. كريم جاب قربة مية وتمر من على جمله وابتدى يقدم لي الأكل والشرب بوش جامد كأنه منحوت من الصخر. لما رجعنا مخيم التابو عرفت إن الناس دي ما سابتناش. عرفوا إن مصيرنا الموت المحتوم، فبعتوا 5 منهم عشان يرجعونا رغم إرادتنا، حتى لو اضطر إنهم يستخدموا السلاح. آثار الأقدام كانت مختلطة ببعض، بس الموضوع محتاجش ذكاء خارق عشان يفهموا اللي حصل. لما لقوا جثة البروفيسور وبعدين جثة محمود فهموا إني دلوقتي في مكان ما بواجه العساس لوحدي. ولما سمعوا صوت الديناميت عرفوا إني قريب من بحر الرمال وإني لسه عايش. كريم كان الوحيد اللي شاف اللي حصل وعرف إن الكابوس انتهى. رغم كده كان واضح عليه جدا إنه مش مصدق إن دي النهاية. قال لي بطريقته المختصرة اللي ما فيهاش أي انفعال: هيرجع. بس ده كائن حي، مش ممكن إنه يفضل عايش. شاور على الأرض واتكلم: في تانيين. الحق يقال إني حبيت الناس دي، اللي بيعملوا وما بيتكلموش، اللي عندهم ذكاء فطري وحكمة بتفوق الوصف. بس إيه اللي موجود تحت؟ إيه سر الرسوم على جدران كهوف تسيلي؟ عمري ما هعرف إلا لو لملمت شجاعتي ورجعت للكهف الأخير في يوم من الأيام عشان أنزل الدرجات. أنا مقتنع إن في أسرار في الكون المفروض ما تتكشفش. أنا عشت أيام صعبة، لمست الجنون ومعرفتش أكتر. التابو كانوا أحكم وأشجع مني، أنا والبروفيسور ومحمود. رحلتي كانت مرهقة وطويلة لطرابلس، وذكريات تانية قاسية اتحطت على رف ذكرياتي. كنت محتاج استرخي، أهدي أعصابي، بس كان في حاجة غريبة مستنياني وتجربة غير عادية هتشغل تفكيري لفترة طويلة. بس دي قصة تانية. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة، 1992.